سمعتي الأخبار؟ في ولدين جداد جم المدرسة. أنا سمعت إن هما الاتنين وسيمين. في 3 بنات اختفوا وانتوا واقفين تصوتوا زي المراهقين المجانين. أهو. واو. خلي بالك. الدور عليكي. رحبوا يا جماعة بزمايلكم، ده سام وده ليام. ليام بتاعي أنا وسام بتاعي. للأسف وبسبب الظروف الحالية هنضطر نلغي رحلة التخييم بتاعت يوم الجمعة. خلوا بالكم من نفسكم أرجوكم. لأ، أنا عارفة إن انتوا زعلانين، بس المدرسة لازم تاخد إجراءات علشان تحافظ على سلامتكم. موضوع درس النهاردة مراحل القمر والظواهر القمرية. القمر الدموي ده نوع من الخسوف لما القمر بيبان لونه أحمر غامق. إيه اللي حصل؟ مش مصدقة إن الرحلة بتاعتنا اتلغت. كان نفسي قوي أروح أخيم. تحبي تيجي عندي؟ ممكن نحكي قصص مرعبة ونعزم ليام وسام. لقيت الانستجرام بتاعه عامله برايفت. ده غامض قوي، سمعت إنه جه من سياتل. أنا ليام. أنا عارفة أنت مين، بس عندك معجبات مهووسين بيك. ما بحبش أكون محط الأنظار. ده واضح. إزاي وصلت الممر بالسرعة دي؟ ممكن تقولي شكراً بس؟ صح، قصدي شكرا. أنا ما كنتش واخدة بالي إنك جنبي. أعتقد إني سريع شوية. يومي. أنا ما قلتش اسمي. شفته على الشنطة بتاعتك. ليام، بما إن الرحلة اتلغت تيجي عندنا البيت؟ هادي لو يومي جت. إيه؟ طبعا يا يومي، تعالي انتي كمان. عمرهم ما عزموني قبل كده. يبقى نشوفكوا يوم الجمعة؟ ليا. يومي ده انتي. ليا. سام. أنا تعزمت. سام تعالى بيتي النهارده بالليل. ليام ويومي كمان معزومين. اتفضل ادخل. رحلة التخييم رسميا اتلغت، بس ممكن نخيم هنا. شكراً، أنا مش جعان. هايل، يبقى أنا هاخد 2. أنت جعان زي الحيوانات. طيب حد يعرف قصص مرعبة؟ سام احكي لنا قصة. لا، ليام لازم يحكي. أكيد يعرف حاجات مرعبة أكتر. القصة دي حصلت من 20 سنة. كان في شاب مهووس بالمزيكا وكان نفسه يبقى موسيقي ناجح. كان مروح من التمرين وتعرض لهجوم. سرقوا الجيتار بتاعه وهربوا وسابوه بيموت. بس بعد كده شافها هي اللي أنقذته وادته حياة أبدية. بس عمره ما عرف اسمها إيه. حياة أبدية؟ قصدك زي توايلايت؟ هو بقى فامباير؟ أيوة، الشاب ده اللي كان كل حلمه إنه يشارك أغاني مع العالم محكوم عليه يعيش العزلة الأبدية. هو بيحكي من الأفلام؟ ده كلام فارغ. دي قصة حزينة قوي. سام دورك. كل واحد بيفكر إن الوحوش بتتولد في الضبط أو إنها بتهرب من معامل ولا حاجة، بس الوحوش الحقيقية بتتولد لما الألم بيبقى جزء من حياتك. انت مش بيهمك ابننا، احنا مفلسين خالص. انتي على طول برا البيت. حس بعظامه تتكسر جواه. في نفس الوقت حس بقوة حقيقية لأول مرة في حياته.
ده مجرد طائر. سام حست الشمع عندك قوي قوي. هو بقى ويرولف زي جيكوب؟ أيوه، ساب بيته وراح يدور على ناس تحبه أكتر من أهله الحقيقيين. ليه سام حكى القصة دي؟ أنا لازم أمشي. على فكرة في بنات كتير اختفت اليومين دول، ممكن أوصلك؟ لا أنا كويسة. إيه يا جميلة، مستعجلة على إيه؟ رايحة فين؟ إحنا بس عايزين نقولك أهلاً. امشي وإلا هصوت. بنت حلوة زيك ما ينفعش تبقى ماشية لوحدها كده بالليل. قلتلك إنه خطر. إزاي عملت كده؟ كان ممكن يأذوكي. أنت إزاي؟ يلا بينا. أنت ليه أنقذتني؟ ما قدرتش أسيبك تعاني لوحدك. عرفت إزاي أنا ساكنة فين؟ كنت بس عايز أتأكد إنك كويسة. أنت كنت بتراقبني؟ كنت عايز أحميكي. خلي بالك من نفسك يا يومي. فعلا البنات بدأت تختفي لما الولاد الجداد جم المدينة، بس ليام كان معايا. إزاي عارف إن أنا في خطر؟ طيب وسام؟ سام أنت ليه مشيت الأول؟ كنت عارف إنه أنت. خلي القصص بتاعتك دي للسليب أوفر جاي عن سابرينا. أنت اللي عملت كده. أنا عارف حقيقتك. لا، أنا اللي عارف أنت إيه. إيه اللي بيحصل؟ إحنا بس بنتكلم. قصدك إيه بأنا عارف أنت إيه؟ طيب سام مهووس بالكي بوب. بجد؟ أيوة، أنا بحب جون كول. بجد؟ وأنا كمان. وليام بيحب الأنمي. أيوة، طوكيو جول هو المفضل عندي. أها، مجرد كلام عادي أكيد. كي بوب. كنت أقول لها إنك بتحب أكل الحيوانات والحشرات. لا، خلينا نقول لها على الأكل المخصوص بتاعك. أنا هقول لها أنت إيه. أنا اللي هقول لها على حقيقتك. أنا حاسس إنها كانت هنا. أنا حاسس بحد تاني. إحنا فرضنا حظر تجول على المدينة كلها. في بنتين مراهقين اتخطفوا تاني النهاردة. سابرينا وسيلينا اتخطفوا. ويومي كمان. تقدر تتتبعهم؟ كله تمام، يلا بينا. حاسس بيها. استنى، أنا مش حاسس بيومي. أنا حاسس إيفي. هما كانوا هنا طول الوقت. إزاي ما شمتهمش قبل كده؟ أنت بوظت مناخيري بريحتك المقرفة بتاعت الفامباير. هي عايشة. أنت في أمان، لازم تمشي. صح الباقيين. لازم نلاقي يومي. هي هنا. يومي، أنا كنت قلقان عليكي قوي. استني. وراك. حاجة تضحك لما بتخاطروا بحياتكم عشان البنت اللي ملهاش لازمة دي. مش عارفني يا ليام؟ كلاريسا. افتكرتك هتعرفني على طول، بس واضح إنك معمي بلعبتك الجديدة. إيه اللي بيحصل؟ أنت تعرف مس بلاكوود؟ أنت ما قلتلهاش؟ خسارة. لما لقيته كان بينزف كتير. كانت هتكون خسارة كبيرة لو الوش الوسيم ده مات، فعشان كده أنا اديته هدية الحياة الأبدية. ما كناش بنسيب بعض، كان حب حقيقي، بس كان بيكذب عليا من البداية.
يلا اعملها. اشرب الدم، دي طبيعتك. أنا مش عايز أبقى وحش زيك يا كلاريسا، أنا ما اخترتش الحياة دي، هلاقي طريقة تانية. مفيش حد هيحبك زي ما بحبك، بس أنا مش هشارك حاجة بتاعتي. ولا واحدة من البنات دي ولا حتى انتي هتكوني مع ليام بتاعي. ما تلمسيهاش. ويرولف بيحاول يحارب فامباير قديمة، ما تضيعش مجهودك يا جارو. كنتي فاكرة إنك ممكن تغيري طبيعة الوحش الحقيقية؟ ما كنتيش تعرفي. مش معقول. ما قلتلهاش انت ايه بجد؟ هوريكي الحقيقة. هو فامباير، والحاجة الوحيدة اللي عايزها منك دمك. ليام لأ، أنا عارفة إنك مش كده. ليام، طبيعتنا مش هي اللي بتخلينا وحوش، تصرفاتنا بس اللي بتعمل كده. أنا آسف أوي إنك اتأذيتي بسببي. ده مش ذنبك، أنت أنقذتني. أنا كنت هقتلك. أنت مش وحش يا ليام، أنت أنقذتنا كلنا. أنا مبسوط إنهم نسيوا كل حاجة، أنا عايزة أكون معاك. بس ما ينفعش. أنا ممكن أقبلك زي ما أنت بالظبط. كلاريسا هربت، بس إحنا جاهزين نحاربها عشان إحنا مع بعض. وسام لقى كل اللي بيدور عليه، أصحاب بجد وعيلة جديدة. وأنا وليام لقينا حب حقيقي، أتمنى يستمر للأبد.